هذه القاعدة القرآنية العظيمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أتى إليها أهل البدع والأهواء وأرادوا أن يبطلوا مراد الله فيها، فصاغوها بصياغة بدعية وسموها القاعدة الذهبية. فقالوا: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة للتعاون مع أهل البدع كالروافض والخوارج، فهم يتعاونون معهم ويعذرونهم في مخالفاتهم المخرجة من الدين، حتى سمعنا قائلهم يقول: إن الفرق بين التشيع والسنة كالفرق بين الشافعي والمالكي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ألم يقول الروافض بعصمة الأئمة وأن لهم ولاية تكوينية تخضع لها جميع ذرات هذا الكون، فماذا أبقوا لله؟ ألم يقل الروافض بتحريف القرآن وألف كبيرهم كتاب في تحريف كتاب رب الأرباب وذكر 2000 خطأ في الكتاب؟ ألم يقل الروافض بالبداء على الله تبارك وتعالى وأنه يبدو له ثم يغير وإلى غير ذلك؟ ألم يكفروا صحابة رسول الله؟ ألم يتهموا أمهات المؤمنين بالزنا؟ حاشاهن. إلى غير ذلك من الموبقات المهلكات التي تخرجهم من دين الإسلام. وقد صدق شيخ الإسلام وهو يقول: أما الخوارج والمعتزلة فمن أسسهم فهو صاحب هوى، وأما من أسس مذهب الرفض فهو زنديق خارج من ملة الإسلام، ألا وهو عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودية. ألم نجدهم يعذرون أهل البدع والأهواء، ولكنهم لا يعذرون أهل السنة ولا يتعاونون مع أهل السنة، فمن خالفهم في رأي من آرائهم أو في موقف سياسي من مواقفهم فمصيره التخوين والعمالة والتكفير والحض على قتله من لدن العامة. هذه القاعدة تؤدي إلى هدم الإسلام وهدم السنة، وهي جديرة بأن تسمى كما قال شيخنا ابن عثيمين: القاعدة الخشبية وليس القاعدة الذهبية.